السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة أكاديمية عواد. والله أنا عايز أتكلم النهاردة على موضوع رامي الدكاني، وموضوع إن هو ما جددش بقى، أو هم مشوه، أو هو استقال، ما تفهمش. ولكن أنا برضو يعني أنا عايز يعني أنا مش هدخل في تفاصيل، ولكن انا اللي يهمني دلوقتي هو السوق وتأثير الخبر ده على السوق يوم الأحد الجاي ان شاء الله. هو بالفعل كان ليه تأثير في اخر الجلسة، والجلسة كانت يعني هبطت او قفلت في المنطقة الحمراء. فانا عايز اتكلم دلوقتي ايه اللي هيتم يوم الأحد، وتأثيره ايه ووقعه ايه على البورصة الفترة الجاية. والله دلوقتي يوم الأحد احتمال الجلسة تبتدي في هبوط، لأن الخبر ده للأسف خبر سلبي. زي ما قلت لحضراتكم إن الخبر ده سلبي، وتأثيره ممكن يبقى في بداية الجلسة يوم الأحد الجاي، ولكن الخوف كله إن هو يكمل معانا شوية كده الفترة الجاية. ولكن ما اعتقدش، لان احنا كده داخلين على شهر سبتمبر، والشهر ده مفهوش هزار. يعني في مراجعة صندوق النقد الدولي، ولازم يكون في تحركات قوية من الحكومة المصرية، وانها تكون بدأت في موضوع الطروحات، واتخذت اجراءات اكتر مرونة في موضوع سعر الصرف. برضو موضوع الطروحات انا اعتقد ان يعني ده سبب من اسباب ان رامي الدكاني مشي، او ما او هو ما تجددلوش، او هو استقال، ايا كان. انه لغايه دلوقتي احنا ما شفناش شركات اتطرحت في البورصه للاسف. يعني كل الشركات اللي هم اتكلموا فيها في بدايه السنه، كانوا بيقولوا 32 شركة هتطرح في البورصة. لغاية دلوقتي احنا ما شفناش طروحات، فممكن يكون ده سبب ان الراجل ده مشي، ان مفيش حاجة على ارض الواقع اتحققت في البورصة لغاية دلوقتي. يعني فين الشركات اللي قالوا انها هتطرح؟ فالمفروض الفترة الجاية ان شاء الله بإذن الله، الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعديه، في شهر سبتمبر بالذات، لان هيبقى فيه احداث كتير جدا. مراجعة صندوق النقد الدولي، وهيبقى فيه اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي برفع الفايدة او تثبيت الفايدة، وفي اجتماع البنك المركزي طبعا. فالفترة الجاية دي هتبقى فترة مليانة احداث ومليانة اخبار. وانا اعتقد موضوع عدم تجديد رامي الدكاني او ايا كان، يعني وفي حد اسمه احمد الشيخ تقريبا جه مكانه ما هيمسك البورصه المصريه، اعتقد ان هيبقى في تحرك اكتر من كده. يعني لان تقريبا ما حصلش تحرك الفتره اللي فاتت، فاعتقد هيبقى في تحرك اقوى من كده ان شاء الله باذن الله. وزي ما بقول لحضراتكم ان الخبر ده كان واقعه يوم الخميس، حتى في اخر الجلسة كانت الجلسة قفلت في المنطقة الحمراء. واعتقد يوم الحد ممكن الجلسة تبتدي كده احمر، الا بقى اذا لو في اي اخبار مثلا، او اي مؤشرات جيدة مثلا سمعنا عنها اليومين الجايين دول. بس دي كانت ده كان تعليقي عن ان رامي الدكاني مشي، وان في حد هيمسك مكانه. اتمنى كل الخير طبعا للبورصة المصرية، كل الخير للسوق المصري، كل الخير للبلد. وبنتهز الفرصة وببارك لمصر على انها الحمد لله انضمت الى منظمة البريكس، وان شاء الله باذن الله يكون خير للاقتصاد المصري باذن الله، ويخفف الضغط على العملة المصرية. وبرضه اتمنى من حضراتكم تشتركوا بقى في القناة، وتفعلوا الاشتراك، وتدوني لايكات، وتكتبوا لي في الكومنتات لو انتم محتاجين اي فيديوهات ولا حاجة. وهسيب لحضراتكم في اول كومنت الجروبات بتاعتي، جروب الواتساب وجروب الفيسبوك. وبشكر حضراتكم جدا جدا، واهلا وسهلا بيكم في قناة اكاديمية عواد. شكرا جدا لكم.